بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من رحاب قناة سلام الفضائية يطيب لنا ويسعدنا أن نلتقيكم مجددا بعد انقضاء شهر رمضان وبعد العيد المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا سعيدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما قدمنا من الصالحات والطاعات في شهر رمضان الكريم. في بداية هذا اللقاء يطيب لنا ويسعدنا أن نرحب بفضيلة الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله المشاهدين. المشاهدون الكرام، نواصل إن شاء الله تعالى برامجنا من خلال برنامج فاسألوا أهل الذكر. وفي هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى سوف يكون الحديث حول موضوع هام، ألا وهو موضوع الشفاعة. الشفاعة وأهميتها وقيمتها، سواء يعني فيما يتعلق بأنواعها وخيرها على الفرد وعلى المجتمع وما تعود به بالخير. سوف نتعرف إن شاء الله تعالى على سائر موضوع هذا البحث المهم والمفيد في حياة المسلم، سواء في علاقته مع مجتمعه أو في علاقة هذا الأمر كذلك كونه رحمة من الله. حول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى يدور حديثنا. في بداية اللقاء فضيلة الدكتور حسن، لعل من المفيد أن يعني يتم استهلال الموضوع بتعريف هذا الموضوع سواء من ناحية اللغة أو الاصطلاح. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مفردة الشفاعة من المفردات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في عدة مواضع، تارة تأتي منفية وتارة تأتي مثبتة. يعني أحيانا الله سبحانه وتعالى ينفي الشفاعة وأحيانا يثبت الشفاعة، وهذا النوع من النصوص يحتاج إلى فهم خاص، لأنه لا يمكن أن يكون هنالك تعارض في كتاب الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يكون نقيضين. يعني ليس المنفي هو المثبت، لا بد أن نعرف بأن المثبت شيء والمنفي شيء آخر. فالله عز وجل يقول مثلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها أو يكون له كفل منها. ويقول كذلك: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وغير ذلك على كل من الآيات التي تذكر أن الله تبارك وتعالى يثبت تارة وينفي تارة أخرى. فهي على كل من المفردات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك وردت في لغة العرب، وكذلك ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: اشفعوا تؤجروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة الشفاعة وأهمية أن يشفع الإنسان. وفي لغة العرب الشفاعة تعني هي أن يكون الأمر ليس فرديا، فنحن أحيانا نقول الشفع والوتر، مش كده؟ نعم. فالوتر هو الفرد، والشفع هو المثنى أو المترادفات هذه اللفظة. طيب، إيش المعنى اللغوي في مسألة الشفاعة؟ يعني ماذا نستفيد من والله لما نقول شفاعة ولها علاقة بعدم الإفراد؟ كأنما والله عندما يقدم الإنسان حاجته، الشخص الذي يقدم حاجته، يأتي الشافع ليعزز حاجة هذا المحتاج، فيكون كأنما أنت قدمت طلب، وهذا الطلب مشفوع بإيه؟ مشفوع بإضافة أخرى، بدل كان طلب فقط صار طلب وإيه؟ قوي. أيوة، صار مقوى. نعم. هذا من حيث اللغة، لكن من حيث الاصطلاح، هو أن يتقدم صاحب الوجاهة أو صاحب المكانة أو الشخص الصالح أو الشخص المرضي عنه أو الشخص المقرب للجهة التي أنت تريد أن تقدم لها شيئا ما، يتقدم هذا بطلب
لأن يستجاب لطلبك. هذا باختصار الشفاعة في. طيب، هذا النوع من الشفاعة أو بهذا الشكل اللي هو والله أن يكون هنالك طالب وأن يكون هنالك من يضيف إلى شفاعة الطالب، هذا يعني إضافة أخرى نجدها في شؤوننا الدنيوية ونجدها كذلك في الآخرة. بالتالي الشفاعة قد تكون شفاعة دنيوية وقد تكون شفاعة أخروية. فالشفاعة الدنيوية غالبا في شؤوننا العادية، في شؤوننا العامة. الإنسان ماشي إلى وزارة من الوزارات، ماشي إلى أمير من الأمراء، ماشي إلى مسؤول من المسؤولين، ماشي إلى مدرسة من المدارس، يحتاج مثلا في بعض المحطات يحتاج إلى من يسنده وخصوصا طبعا تظهر هذه الحالة من السلوك عندما لا يكون الناس عموما متمسكين كثيرا بالقيم. يعني يفترض في الوضع الطبيعي انك انت والله وانت ذاهب الى مؤسسات الدولة او ذاهب ما تحتاج الى وساطات، يعني هي عبارة عن حقوق وواجبات يجب ان تؤدى كما ينبغي. لكن احيانا هذا وضع على كل وضع الناس تعيشه، فيذهب الانسان بمن يعزز طلبه، يذهب لمن يعزز طلبه في الدنيا. فهذه هي الشفاعة الدنيوية، بمعنى أنت تذهب إلى من يشفع لك أو يتوسط لك في شأنك الدنيوي. طيب، الشفاعة الأخروية هذه طبعا كلها مع الله سبحانه وتعالى، ليست هناك شيء آخر. في الآخرة طبعا عبارة عن مخلوقات الله تبارك وتعالى تقف بين يديه، الكل محتاج إلى رحمة الله عز وجل، محتاج إلى غفرانه، محتاج إلى العفو من الله عز وجل. فالشفاعات هنا كلها بشأن الآخرة، وشأن الآخرة تحديدا هو بالنجاة من النار والدخول الجنة، يعني ما في شيء آخر، نجاة من النار ودخول الجنة، أو الانفضاض من أرض المحشر والأرض التي يجتمع فيها الخلائق إلى إلى الحساب. ففي كل ذلك على كل ثبتت هنالك شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت الشفاعات للرسل، ثبتت الشفاعات لأولياء الله تبارك وتعالى، ثبتت على كل أنواع من هذا ما يدعونا إلى السؤال عن أنواع يعني الشفاعة. بارك الله فيكم يعني في هذا الصدد. نعم. أول موضوع الشفاعة نحن الآن ذكرنا في أنواعها أنها من حيث الوضع الدنيوي والأخروي، فهي إما أن تكون دنيوية وإما أن تكون أخروية. الشفاعة الدنيوية نفسها لا بد أيضا أن أشير إلى مسألة مهمة فيها. الشفاعة الدنيوية نفسها لا بد أن نشير إلى أن والله من يشفع يجب أن لا يشفع في شيء محرم. جميل. يعني مثلا هنالك حد من حدود الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم منع من أن يشفع في حدود الله بعد أن تصل إلى الحاكم. وهذه إذا وصلت القضاء أي حد من حدود الله، سرقة، زنا، غيرها من الحدود، شرب الخمر، فإذا وصلت إلى السلطات يجب أن لا يشفع فيها إنسان. وحديث أسامة بن زيد طبعا دليل على هذا الموضوع، أتشفع في حد من حدود الله؟ فوالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا الشفاعات الدنيوية تكون في الأمور المباحة، أنك تريد تخدم شخص من الأشخاص في أمر ما، وهذا الأمر طبيعي ومباح ويجب أن يحصل عليه، فأنت دورك في هذا الموضوع هو أنك والله تريد أن تسهل له. هذه هي اللي جاءت فيها الآيات إنه والله من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها أو كفل منها. طيب، هنالك أيضا الشفاعات المتعلقة بإضاعة الحقوق. يعني صحيح أنت ما بتشفع في حد من حدود الله، ولكن تكون شفاعتك لتضيع حق من حقوق الآخرين. يعني يكون في أكثر من شخص عندهم حقوق ومزاحمة في شيء معين، فأنت بشفاعتك تحاول أن تقدم شخص وتؤخر شخص آخر. هذا النوع أيضا من الشفاعات، شفاعات مضيعة للحقوق، وبالتالي مثل حرمة الشفاعة في الحدود. إذن الشفاعة الدنيوية باختصار تكون في القضايا المباحة، وتكون كذلك ويتم اجتناب القضايا المحرمة فيها. والقضايا المحرمة أنك تشفع في حد من حدود الله أو تضيع حق من حقوق العباد. طيب، أيضا نشير إلى أن الشفاعة الدنيوية لا يجوز فيها الأجر. يعني أنت إذا كنت شافع فالشفاعة عبادة، والعبادة تقوم بها لوجه الله تبارك وتعالى، تبتقي بها وجه الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. فأنت تلتمس الأجر من الله،
فلا يمكن لشخص يقول أنا والله أشفع وهو يأخذ عليها إيه؟ يأخذ عليه أجر. مقابل. هذا أيضا من الأشياء التي لا بد أن نلتفت إليها في القضايا الدنيوية. طيب هذه الشفاعة الدنيوية. نأتي إلى الشفاعة الأخروية. نعم. الشفاعة الأخروية أيضا من حيث الثبوت والنفي فهي في شفاعات منفية وفي شفاعات إيه؟ مثبتة. في شفاعات منفية وفي شفاعات مثبتة. إذا نوعين. نأتي للشفاعة المنفية. الله تبارك وتعالى يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني شفاعة منفية مش كده؟ نعم. طيب هذا النوع من الشفاعات المنفية في كتاب الله تبارك وتعالى هي المتعلقة بما يلي: شفاعة المشركين. الله تبارك وتعالى لا يقبل شفاعتهم ولا يقبل أحد أن يشفع لهم، لا يقبل شفاعتهم ولا شفاعة من كانوا يتصوروا بأن الأصنام ستشفع لهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالله عز وجل لا يقبل شفاعة هؤلاء. فمنفية شفاعة المشركين، ومنفية شفاعة من كانوا يعتقدون فيهم أنهم سيشفعون لهم سواء كانوا أصناما أو بشر أو أي حاجة. ومنفية كذلك أي شكل من أشكال الشفاعة التي يغيب فيها إذن الله تبارك وتعالى ورضاه. إذا رأيت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة منفية فاعلم أن المراد بها هذا النوع من الشفاعات، شفاعات المتعلقة بالمشركين، المتعلقة بالأصنام، المتعلقة بمن كانوا يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، أو تصوروا بأنهم سيشفعون لهم عند الله وهم لا يعلمون ذلك، أن الشفاعة يتطلب طبعا شروط إن شاء الله ممكن نأتي إليها. فالشاهد هنا أن المنفية هي هذه. أما المثبتة نعم فهي شفاعة الصالحين وشفاعة الرسل وشفاعة الأنبياء وعباد الله سبحانه الصالحين. هذه شفاعة مثبتة في كتاب الله تبارك وتعالى. وهنا نلاحظ أن هذه الشفاعة المثبتة منها ما هي خاصة ومنها ما هو عام. الشفاعة الخاصة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشارك فيها النبي أحد. وهنا أختصر فيها. الشفاعة الأولى هي شفاعته يوم يعني للانفضاض نحو الحساب، وهو عندما يجتمع الخلائق. حديث طبعا طويل، النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى نوح، يذهب إلى إبراهيم، يذهب إلى كذا، كل واحد منهم يقول اذهبوا إلى غيري، مش كده؟ نعم. إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام تحديدا هو الذي يعرف في الشريعة بالمقام المحمود، وهو يقيمه الله سبحانه وتعالى إكراما لنبيه عليه الصلاة والسلام لينفض الناس للحساب. طبعا الناس تتمنى في هذه اللحظة الموقف. نعم. شفاعة الموقف موقف صعب جدا، والناس يبلغون مبلغا عظيما من العرق لأن الشمس تدنو منهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى نطفه ومن يبتلعه ابتلاعا إلى غير ذلك. فهذه خاصة لا يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أي نبي من الأنبياء ولا ملك من الملائكة، إنما هي خاصة بالمقام، وهو الذي ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه هذا المقام. اللهم بعد الأذان مباشرة نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة وابعث المقام المحمود. بعث المقام فالمقام هو وارد في سورة الإسراء. نعم. وهو أن الله تبارك وتعالى يقيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام. هذا النوع من الشفاعة شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. النوع الثاني أيضا لا يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحد، هي الشفاعة التي يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة. هنا طبعا عندما يحكم الله تبارك وتعالى بين الخلائق فخلاص تفرز الكيمان كما يقولون، فيذهب أهل النار إلى النار ولا شفاعة فيها. الموضوع بالنسبة له وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، مش كده؟ فلما يساقون إلى جهنم فتحت أبوابها مباشرة. سبحان الله. لكن أهل الجنة وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، مش كده؟ نعم. حتى إذا جاءوها قال وفتحت أبوابها. منهم من العلماء من فهم أن هذه الواو لها علاقة بأنه ما ليست مثل النار تفتح مباشرة. سبحان الله. لا تنتظر، لأن الملك الذي على أبواب الجنة
يقول أمرت ألا أفتح إلا لرجل واحد وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فالكل ينتظر حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتقدم ويطرق الباب فيقول من أنت؟ فيقول إيه؟ محمد. فيقول أمرت ألا أفتح إلا لك. إذن هذه شفاعة إيه؟ شفاعته لأهل الجنة في أن يدخلوا خاصة. هذه خاصة. نعم. هنالك شفاعة أيضا خاصة والله أعلم أنه لا يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وهو شفاعته لعمه عليه الصلاة والسلام أبو طالب، وهو رجل من أهل الكفر، ولكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جعلته في الضحضاح من النار وليس في الدرك الأسفل إيه؟ من النار، وذلك لخدمته ولمحبته ولدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان العباس يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخيه اللي هو أبو طالب، يقول له لقد كان يدفع عنك وكان فماذا فعلت له؟ يقول لولاي لكان إيه؟ درك. فيقول بسببه هو الآن في ضحضاح من النار، أو أنه يلبس أو يعني هو على صخرة على حجرين من النار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه الخاصة. إذن هذه القضايا الثلاثة لا يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وهو صاحب الشفاعة الكبرى، وهو صاحب الشفاعة الكبرى لأهل الجنة في أنهم يدخلون إيه؟ الجنة، وهو الذي يشفع لرجل من أهل النار كافر وليس مسلم، لأنه في شفاعات للنبي لأهل النار من المؤمنين. نعم. من استحقوا النار لذنوبهم ففي شفاعات. هذه الخاصة. هنالك أيضا شفاعة تسمى الشفاعة إيه؟ الشفاعة العامة. نعم. الشفاعة العامة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص بها وحده، يشارك النبي صلى الله عليه وسلم آخرين، يشارك النبي صلى الله عليه وسلم آخرين، فالشفاعة له ولغيره من الرسل والأولياء والصالحين والعباد وإلى غير ذلك. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الشفاعة أيضا إيه؟ للآخر. هذا النوع العام جزء منه متعلق بشفاعة قبل دخول النار. نعم. بمعنى يكون في شخص مستحق بذنبه النار، ولكن يأذن الله تبارك وتعالى لمن يشفع له حتى لا يدخل النار. نعم. فيحصل على شفاعة قبل دخول إيه؟ قبل دخول النار. النوع الثاني من الشفاعة هو الشفاعة في الدرجات. نعم. وهو أن يشفع الزوج لزوجه، وأن يشفع لأبنائه أو أبنائه يشفعون له، وهو ما نسميه نحن بالتلاحم الأسري في الجنة، أو الدخول الجنة بشكل أسري. يا سلام. يعني أن يكون جميعا من أهل الجنة. نعم. ولكن متفاوتون. سبحان الله. أيوة. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء. فالله تبارك وتعالى يرفع الأدنى للأعلى ولا ينزل الأعلى لإيه؟ وهذا نوع من الشفاعة على كل يشفع فيها الناس. أيضا هنالك شفاعات وهي بعد دخول النار، هذا الأصدقاء والأحباب والمهم الأولياء والصالحين والرسل، هذا كلهم يشفعون لمن إيه؟ دخل النار. طبعا هذه المعتزلة والخوارج أنكروا فكرة إنه والله أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن دخل النار. والمسألة في ذلك أنهم ينكرون أصلا إيه؟ إذا ارتكب الشخص الكبير فهم يرونه خلاص مخلد في النار، فلو قالوا يخرج من النار لبطل مذهبهم. ولذلك هم يرون بأن الذي دخل النار خلاص. لكن أهل السنة والجماعة يقولوا لا، الشفاعة موجودة لمن دخل إيه؟ دخل النار. فما معنى أن هنالك مجموعة من المكفرات وضعها الله تبارك وتعالى في الدنيا، منها 4، وفي البرزخ منها 2 أو 3، وفي الموقف، ثم آخر شيء بعد 9 العاشر هي الطهارة بالنار. يعني بعض المؤمنين لا يطهرهم الله إلا بإيه؟ إلا بالنار والعياذ بالله. فهؤلاء طبعا أهل الكبائر. نعم. لأن الله تبارك وتعالى الذين يجتنبون الكبائر وعدهم بأن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم، مش كده؟ نعم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فالذي يرتكب الصغائر ويجتنب الكبائر فالله تبارك وتعالى يغفر له صغائره لاجتنابه الكبائر. لكن الذي ظل حريصا على الكبائر أو قتل النفوس أو فعل كل ولم يكن ميزانه قد ترجحت فيه الحسنات، هذا يذهب إلى إيه؟
إلى النار يتطهر بالنار ثم يخرج منها. أحيانا قد يخرج بشفاعة الشافعين، وأحيانا قد لا يخرج بشفاعة الشافعين، إنما يكمل مدته التي كتبها الله. لكن التي نتكلم عنها الشفاعة التي يكون فيها قبل إكمال المدة، فيشفع هؤلاء أيضا إلى. فعلى كل هذه كلها من الأنواع التي يمكن أن نقول بأنها تتعلق بشفاعة الشافعين في الدار الآخرة إن شاء الله. الله يجزاكم خير على هذا البيان والتوضيح في يعني أنواع الشفاعة، سواء ما هو منها يعني في الدنيا وما هو كذلك منها في الآخرة بأنواعها المفصلة التي استمعنا إليها. ولعل هذا الحديث يحتاج إلى صلة لنعرف يعني الشروط، وذلك يعني أنه هنالك معناه في شروط لقبول الشفاعة في حد ذاتها. نعم لو أفدتنا في هذا يكتمل إن شاء الله. أحسنت. الشفاعة أول شرط فيها هو أن يكون الشخص مسلما. جميل. استثنينا أبو طالب، مش كده؟ نعم. الشرط الأول أن الله تبارك وتعالى نفى الشفاعة عن المشركين، ما تنفعهم شفاعة الشفيع، مش كده؟ نعم. فالمشركين والكفار هذول لا يدخلون معنا في باب الشفاعة، فالشفاعة أولا لأهل الإيمان. نعم. الشرط الثاني هو أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع. نعم. فالشفاعة ليست إنه أنت والله كأنه الواحد يعني تكية أو بيته كده يمشي والله يقدر يطلع، لا، لا بد أن يأذن الله تبارك وتعالى. ولا يشفعون عنده إلا إلا لمن أذن نعم. له الله الرحمة. طيب، الثالثة أن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع. نعم. ولا يرضى الله تبارك وتعالى إلا عن المؤمنين، لا يرضى الله تبارك وتعالى عن الكفار سبحانه. أيوه. نعم. فإذا عندنا على كل منهم من اعتبرها شرطين، شرط الإذن وشرط الرضا. ولكن من باب التوضيح الأكثر أنا أردت أن أقول بأنه لا بد أن نظهر شرط الإيمان، لأنه لا تنال الشفاعة الأخروية إلا الشفاعة الأولى اللي هي شفاعة اللي هي تنال الجميع، وهي الانفضاض من المحشر للحساب. لكن الشفاعات الأخرى هي كلها لأهل الإيمان. فإذا هذه شروط أساسية، ولذلك في كثير من الآيات الله تبارك وتعالى يتكلم عن إيه؟ عن الإذن، أنهم يأذن الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده، سواء كان ملكا أو كان نبيا أو كان رسولا أو كان عبدا صالحا أو كان زوجا إلى غير ذلك، فهؤلاء يشفعون بإذن من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن يرضى الله تبارك وتعالى عمن يريد أن يشفع له. طيب، بعض الناس يقول لك والله يا أخي ما دام أن المسألة تحتاج إلى رضا الله وإذنه، ما حكمتها يعني ليش؟ طبعا هنا نقول من حكمة الشفاعة إظهار مقامات الذين يشفعون. يا سلام. هذا لما الله تبارك وتعالى يجعل انفضاض المحشر بشفاعة، هذا أعظم مقام تظهر فيه عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنما الله عز وجل أراد في هذا المقام أن يظهر محبته ويظهر مقامه ويظهر قربه ويظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لمن لم يؤمن به. أراد في هذا المقام أن يشهد الجميع على أفضلية وأهمية ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الآخرين. فإذا الشفاعة ابتداء تظهر إيه؟ تظهر المقام والمكانة، وبالنسبة وفي ذلك حكم، على كل الحكم عظيمة. الأمر الثاني أيضا ينتفع بها المشفوع. نعم صحيح. ينتفع بها المشفوع، وهو أن الله تبارك وتعالى جعلها سبب من الأسباب في أنه والله يظهر مقام الشافع، وفي نفس الوقت يفيد إيه؟ يفيد المشفوع له. فهذه كلها حكم على كل وشروطها كما ذكرنا. نعم بارك الله فيكم. الحقيقة موضوع يعني الشفاعة له تأثيره في حياة الناس في الجوانب التربوية والدعوية وغيرها، يعني قضية أن الناس يحتاجون يعني إلى هذا الأمر يعني، ولذلك نحتاج أيضا إلى أن يعني ما يتعلق مثلا بالتزكية أو ما يتعلق كذلك ب يعني الواسطة وكذا. ولهذا طبعا يعني مقاصد وأهمية في حياة الناس. فمن وهبه الله يعني مقام الشفاعة يعني كيف يكون؟ لأنه بعض الناس قد ترى ممكن هو قادر يمتنع، والبعض أيضا ربما يعني يشفع من غير يعني أيضا تمحيص. فحبذا لو جلينا هذا الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خير. أولا خلينا نقول إن لله عبادا خصهم الله سبحانه وتعالى بقضاء حوائج الناس. يا سلام. هذا طبعا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء،
وبعض الناس هذه الوجاهة تحتاج إنفاق، وإنفاقها أن تذهب بها إلى الناس، مش كده؟ والله عز وجل يقول ومما رزقناهم ينفقون. فأنت رزقت أن تكون وجيه، مش كده؟ جميل. وسبحان الله الوجاهة هذه أثرها ليس فقط في الجانب الاجتماعي، أثره حتى في الجانب الاقتصادي. في الشركات، في الاقتصاد في شركات اسمها شركة الوجهاء أو شركة الوجاهة، بمعنى كل واحد بوجاهته. قد ما يكون عندهم أموال، عندهم سمعة في السوق، عندهم سمعة. جميل. فهذول سبحان الله بسمعتهم يشتركون. سبحان الله. لاحظ؟ فإذا كانت مفيدة في الاقتصاد كذلك مفيدة في الشأن الاجتماعي. جميل. مفيدة كذلك في الشأن السياسي، مش كده؟ ولذلك الشريعة سبحان الله حرصت هؤلاء الوجهاء أيضا ألا تسقط هيبتهم، ألا تسقط هيبتهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يعني أصحاب الوجاهات أن يكون شيخا كبيرا وجيها في قبيلة ما، أستاذا جامعيا، لها شخصية علمية، المهم في كل مجتمع في وجهاء، في كل مجتمع في وجهاء. طبعا بعض الناس سبحان الله حاول انه يعتبر قضية ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات كانما هذه في عدم مساواة قانونية، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم الحد الادنى من المساواة القانونية وفره، وهو قضية الحدود، وهو ان مسألة الحدود لا شفاعة ولا وجاهة فيها. لكن المجتمع ايضا فيما دون الحدود محتاج ان يحافظ على وجهائه. حصل؟ محتاج أن يحافظ على. لماذا هذه المحافظة؟ لأنهم سيقومون بشكل كبير جدا في السلامة المجتمعية، في التعايش المجتمعي، في لاحظت؟ فحرصت الشريعة أن هؤلاء أيضا مكانتهم تحفظ ولا يحصل فيها مساس، ويعفى عنهم حتى عند القضاء إذا المسألة دون الحدود. فيقالون فقط ممكن أن يقال له يا فلان أمثلك يفعل هذا؟ معروفة في القضاء الإسلامي، يا فلان، شيخ فلان، أستاذ فلان، بروفيسور فلان، أمثلك يفعل هذا؟ وينصرف. هذه بالنسبة له أكثر من السجن، كذا أحيانا قد أكثر من هذا. طيب، فعلى كل هؤلاء الذين خصهم الله تبارك وتعالى بهذا النوع من الوجاهة، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالشفاعة، وخصوصا الضعفاء. لا كلما كانت الشفاعة للضعيف كان فضلها أكبر. يعني أنت إذا إنما تنصرون وترزقون بضعفاء، فتذهب مثلا إلى وزارة معينة، تذهب إلى شيخ معين، تذهب إلى تاجر معين، وتدخل عليه بوجاهتك، ومعك هذا المسكين صاحب الحاجة، فيقضي الله تبارك وتعالى على لسانك وبسبب حضورك لهذا المسكين، هذا المسكين الذي شفعت له. وكم من شفاعات قضيت بها حوائج الناس، وتأتي سبحان الله كل هذه الحوائج التي قضيت في ميزان حسناتك يوم القيامة. يا سلام. يكون لك نصيب منها. ولذلك ما مهم أن تنتج الشفاعة، رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر مباشرة كونك تحركت. يا سلام. اشفعوا. أنت تذهب سواء كتبت رسالة، عملت تزكية، ذهبت إلى الشخص مباشرة، اتصلت تلفون، المهم في النهاية أنت شفعت. مش كده؟ صحيح كلامك في إنه نحن في الشفاعة لابد أن نتحرى. هل هذا الشخص فعلا محتاج؟ هل هذا الشخص فعلا صادق؟ هل هذا حتى لا تتحول أيضا الشفاعات إلى نوع من التلاعب عند الناس. لكن بعد أن تتأكد وبعد أن تعرف الحوجة وبعد كذا يجب أن تستنفر وتسعى إما بنفسك أو بالآخرين. وهذه سبحان الله يسمى النفع المتعدي. كثير من الناس تشغله العبادات غير المتعدية عن النفع المتعدي. يعني مثلا شخص جالس في المسجد يسبح الله من الصباح المساء، وشخص خرج معه أرملة أو مسكين، لاحظت؟ وذهب قضى حاجته، عند الله هذا أفضل. الله أكبر. هذا الذي ذهب لقضاء حاجة المسكين واليتيم والمريض وصاحب العملية وكذا، هذا عند الله. لماذا؟ لأن نفعه نفعه متعدي. فإذن على كل الشريعة حرصت على أن الإنسان يبذل وينفق مما آتاه الله تبارك وتعالى، ويحرص أن تكون في سبيل الله، وأن لا يبتغي من ورائها أجر. يعني لا يجعلها بالنسبة له هي شغل يأخذ من ورائها يتكسب منها. نعم، بارك الله فيكم. الحقيقة يطول الحديث، والنصوص أيضا مرينا على قسط منها من الكتاب ومن السنة، لكن حبذا يعني وقفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما أشرتم إليه
يعني حديث فاطمة يعني أن تشفع في حد من حدود الله وكذا، لعل يعني هذا يعني نبراس، لأنه الحدود كيف تكون والشفاعة يعني أيضا في التعامل وعدم التمييز. يعني حقيقة المعيار يكون ليس الإنسان يعني يجنب الحد لكبره ولمقامه ولا كذا، إنما يعني حقيقة هذا الحديث يحتاج ربما إلى إن شاء الله يعني وقفة منكم، بارك الله. طبعا نحن نعرف في قريش مكانة بني مخزوم، مش كده؟ المخزوميين هذول يعني من الناس اللي آتاهم الله تبارك وتعالى عدة وعتادا وقوة وكان منهم رجال على كل سيئين وأخيار وأشرار، مش كده؟ نعم. ومنهم خالد بن الوليد. وبني مخزوم بالمناسبة من الذين أقاموا إمارة في الهضبة الحبشية لفترة طويلة جدا، وكانوا مخزوميين معروفين أنهم من المخزوميين الذين أقاموا على كل إمارة لهم لفترات طويلة جدا. وتمت دراسة هذه الإمارة في الفترات الأخيرة بعد ما دخلت إيطاليا، تم اكتشاف هذه الإمارة وأنها كانت إمارة معزولة في الهضبة مناطق فوق يعني في اتجاه أديس أبابا وكده. عجيب. على كل بني مخزوم هذول واحدة منهم سرقت، فعظم الأمر على المخزومين. كيف أنه والله هذه المرأة صاحبة الوجاهة صاحبة القبيلة الكبيرة كذا، كيف تقطع إيه؟ تقطع يدها. ومعروف أن مسألة الحكم الشرعي على من سرق مالا محرزا وكذا أنه يقطع اليد، مش كده؟ نعم. فتحركت الجموع ولم يجدوا أحد يمكن أن يجرؤ أن يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا أسامة. نعم. أسامة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حب ابن زيد، وزيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فترة طويلة متبنيه، مش كده معروفة؟ نعم. إلى أن أبطل الله تبارك وتعالى موضوع التبني، فصار على كل أسامة بن زيد. نعم. فكانوا يحبه جدا. فتكلموا مع أسامة، فجاء أسامة يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجهل الحكم، ما كان يعرف أنه المسألة. أيوه. أي نعم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ نعم. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هنا كان الأمر فاصل. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من القضايا غير الحدود يقبل الشفاعات، كان يقبل عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا من الشفاعات التي المشهورة شفاعة بنت حاتم الطائي، هي وقبيلتها كلهم أسرى، فجاءت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوها عدي بن حاتم هرب إلى الشام. هذه المرأة لاحظ شفعت، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها بنت من؟ بنت حاتم، حاتم الطائي، من لا يعرف حاتم؟ يا سلام. نعم. فاستثمرت نعم. وضع أبيها. والله أنا أبوي كان يعمل ويعمل، ولا يمكن يا رسول الله من كان يفعل هكذا يفعل في قومه اليوم شيئا سيئا. ماذا تريدين؟ قالت أنا أريد أن تطلق سراحي. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم، شفع، قبل شفاعتها وشفعت في قومها، ثم أخبرها أن تشفع في أخيها الذي هرب إلى الشام، ويبدو بعد ذلك كان نصراني. عدي بن حاتم معروف من الصحابة رضي الله عليهم. نعم. هذا النوع من الشفاعة لاحظ دخلت قبيلة بكاملها، صارت تنادي قومها من الجبال يا سلام. لقد أمنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. هذه الشيء المرأة التي شفعت وقبل النبي شفاعتها، لأن هذا الحق تحديدا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء أخذ الناس أسرى أو شاء قتل أو شاء أخذ فدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عامل هؤلاء بما كان يفعله جدهم اللي هو حاتم الطائي. هذا الرجل الكريم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئ هذا حتى وهو هو ميت. لكن الكرم هل جزاء الإحسان إلا إلا الإحسان. لا يمكن أن يكون الكريم يقابل بغير الكرم. فعلى كل هذا من الشفاعات التي أيضا تم الاستفادة منها ونفع الله تبارك وتعالى به. لكن لما كان الأمر هنا متعلق بالحدود، نعم، فالحدود لا تقبل الشفاعات، لأن إذا قبلت الشفاعات دخلت إلى منظومة الدولة الفساد العريض. يعني متى ما دخلت الحدود التي لها علاقة بحقوق العباد، لاحظ الحدود دائما لها علاقة بمقاصد الدين الكبرى، إما لها علاقة بالدين، لها علاقة بالمال، لها علاقة بالنفس، لها علاقة بالعقل، مش كده؟ لها علاقة بالأعراض والنسل. نعم.
فالقضايا الخمسة هذه الله تبارك وتعالى لأنه سيحفظ بها السياج العام والسياق العام للدين، منعت الشريعة من أن تخضع لأي شكل إشكال واسطة ما دام وصلت الجهة الجهة الرسمية، سواء كانت القضاء أو الإمامة. متى ما وصلت، إذا في أي واسطات، في تسامح، في كذا، قبل أن تصل، تعافوا فيما بينكم لكن وصلت إلى السلطة انتهت، لا يمكن أن تقبل بعد ذلك شفاعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صارما في هذا الموضوع المهم يعني. بارك الله فيكم. يعني لعله نشير إلى قضية شيخنا أنه أهل السنة والجماعة يثبتون، هل معنى ما أشرتم إليه نعم، من أنه الفرق بعد الفرق أنها يعني نعم، اللي هو المعتزلة والخوارج تحديدا في موضوع الكبيرة يتفقون في الشأن الأخروي. الخوارج دنيا وآخرة يرون بأن مرتكب الكبيرة كافر، يعني من وقع في الزنا كافر، من وقع في القتل كافر، من وقع في كافر، لاحظت؟ لا يقبلون منه إلا أن يسلم من جديد. طيب، المعتزلة ويبدو سياسيين كانوا، قالوا والله صاحب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا هو كافر ولا هو ويبدو هنا لاحظوا طبيعة السلطة السياسية القائمة لأهل السنة ما كانت ترضى هذا القول، فما أرادوا أن يذهبوا إلى خط الخوارج ولا ذهبوا إلى خط أهل السنة، فقالوا والله هو في منزلة بين. لكن في الآخرة المعتزلة والخوارج يتفقون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. بالنسبة لأهل السنة لا. إذا ثبت للإنسان أصل الإسلام ولم ينتقض بناقض من نواقض الإيمان فهو خاضع لشفاعة الشافعين بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم على هذا البيان وهذا التوضيح الشافي من كتاب الله ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع الشفاعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون انتفعنا بهذا الحديث وعلمنا مقامات الشفاعة وأن نسعى لتحقيقها بإذن الله وننالها من ربنا الكريم. وكذلك الإنسان يكون باذلا لمن وهبه الله مكانة ووجاهة لأن يبذل من مكانته ومن وجاهته في عمل الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الحديث نافعا شافيا بإذن الله. جزاكم الله خيرا، ونشكر فضيلة الشيخ على ما قدم لنا، ونشكر لكم حسن استماعكم لما طرح. نلتقيكم إن شاء الله في لقاء قادم، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mm-hmm.